اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. صباح الفل والورد والياسمين على احلى متابعين. تعالوا نشوف النهارده يا ولاد هنعمل ايه. هنفتح كده ونشوف هنعمل ايه النهارده. المهم انا قمت من النوم مشيت عبد الرحمن لانه فتره صباحيه وما نمتش تاني. قلت لا يا بنت خليكي بقى اعملي الاكل بدري بلا زن ولا عياط، لان انا الواحد اللي لو نام شويه بقى بعد ما بيمشي عبد الرحمن كده بقى خلاص بقى رضا رخر بصحى وبيبقى كميه زن وعياط للصبح. المهم بقى انا كل نشاط وحيويه وما دام احنا قايمين بدري قلت لا قوم يا واد يا كريم قوم هات لنا فول وطعميه وهات لنا فرخه علشان نشوف ان احنا النهارده هنعمل ايه. نطبخ حاجه كده حلوه النهارده ليكوا وظبط الدنيا كده، لاني بقالي كام يوم قعدت كام يوم مقضيها اي حاجه. ليه مقضيها اي حاجه؟ هقول لكم ليه دلوقتي، هحكي لكم لانكم برضو عايزين تطمنوا على رضا وطمنين على رضا. المهم انا شلت صدر الفرخه زي ما انا بشيل، وبعد كده هلم الكيس بقى بالحاجات دي وقطعت الفرخه زي ما انا بقطعها اهو. هلم بقى الحاجات دي كلها كده في الزباله، وهغسل طبعا الرخامه كويس والحوض كويس، بس بعد ما اخلص يعني ايه، بعد ما اخلص اللي انا هعمله، لاني عايزه اشيل ايه اي زوايد، الماده المخاطيه اللي بتبقى بين كل ده تحت الميه الاول قبل ما انقع، واي ريشه بقى ما جاتش بقى في المكنه وكده كده. يعني الحته دي مثلا لو فيها حاجه اهو اللي بتبقى موجوده هنا الحمرا دي، الحتة الحمراء اللي بتبقى في قلب الورك، كل ده ببقى بصباعي كده وبايدي واشيل كل حاجة في قلب الفرخ خليها زي الفل. وبعد كده اهو شوفوا الحتت دي لازم بقى ما بقاش فيها حاجة خالص كده، وانا اصلا كنت شايلاها اهو واطلع منها اي حاجة واخليها زي الفل. وبعد كده ننقع بقى، نعمل محلول النقع وننقع بقى. يعني خلاص نضفت الفرخه بتاعتي وقطعتها وبقيت احط ايدي بين الجلد واللحمه ومش عارفه ايه، هديها شطفه تانية بقى واقوم نقعها بقى. هنقع في ايه؟ في ملح وليمون، مفيش اسهل من كده. زنجبيل لو عندك حطي، دقيق لو عندك حطي، بس مفيش اسهل من الملح والليمون اللي موجودين على طول في اي بيت. محدش يبص على كم البيجامه محطوط عليها كلور، ولا تاخدوا بالكم عادي ان الانسان عاديه زيكم محطوط كلور. هل احنا نرميها؟ ما بنرميش حاجه يا حبيبتي، احنا بنفضل نلبسها لغايه ما احنا نموت وهي ما تموتش. عادي خالص. المهم كده كان عندي ليمونتين كده ميتين برضو في قلب التلاجة كده، فخلاص ده بقى الليمون بتاع التنظيف. اول ما الليمون كده هو مش وحش، بس في بقعة من عليه كده، في بقع سمرة بقت عليه كده. المهم كده خلاص بقى ده هيبقى للتنظيف كده. عملت 3 ليمونات وعملت المحلول ده، الملح والليمون، جميل قوي كده. هنغسل بقى كده تحت المية واشيل اي حاجة كده، وبعد كده احط في قلب ايه، في قلب الفراخ. خلاص انا نضفتهم وتاكدت مفيش فيه ولا ريشه، اتاكدت ان كل حاجه تمام. تعالى احكي لكم بقى انت عملت ايه يا ام كريم في الايام اللي فاتت. احنا وقفنا لغايه ما الدكتور قال لي هو زي الفل، وبعد كده ايه رجع ابني سخن تاني. المهم انا رحت للدكتور تاني وابني حرارته 39 وشرطتين، كان نار ولعه. رجعت للدكتور اللي انا كنت متابعه معاه تاني، ابني سخن تاني. اول ما خلص وقف المضاد الحيوي سخن تاني. هو في إيه؟ الواد بيسخن تاني ليه؟ المهم قام كشف عليه لقى درجه حرارته عاليه جدا، قام قايل لي اعملي لي التحليل ده فورا. جريت انا بقى واصلا كنت قلقانه وخايفه. الواد ان اللي قاله وريد مفيش ورده خالص. يعني زي ما بيقولوا كده الدكتور بتاع التحليل كسر له سن. يعني لو انتوا عندكم اطفال وحسيتوا بالمعاناه اللي انا عانيتها دي هتعرفوا يعني ايه كسر له سن. يعني معرفش يسحب اصلا بسرنجه، فكسر له سن كده صغير مخصص للاطفال بيسحبوا منه للاطفال. المهم يا ولاد فايه، فالحمد لله سحبنا له الدم والعينه طلعت، النتيجه طلعت. وطلع بقى ايه؟ طلع يا ولاد يعني ادعوا لي والله بجد انا ما عدتش قادره. يلا الحمد لله، ربنا اكتر من كده وربنا بيشيل. فالمهم طلع في شويه مشاكل. اولها انا هغسل، بعد ما غسلت الحوض والرخامه هحط عليها شويه خل واسيبها شويه كده بالخل عشان تتعقم تمام. لو عندي ديتول بحط ديتول كمان. بعد تنظيفة الفراخ، بعد جايبه فرخه وقطعتها والحاجات دي كلها اهو. اهم حاجه ان كل حته تبقى فيها خل. هشيل ابني واجيلكم. اولاد احنا عملنا ايه التحليل فايه بقى، إيه عملت صورة دم وتحليل كمان علشان إيه في حاجة تانية كده في الدم. المهم يعني فايه فطلع انا بشوفه. عايزه اقول لكم قبل اي حاجه، استنى اقول لكم بس حاجه. انا نقعت اللوبيا ونقعت الفراخ قبل ما اعمل الفطار. ليه بقى؟ علشان انا اصلا يعني انا كنت زمان يعني قبل ما اخلف رضا خلاص اعمل فطار الاول ونظبط نفسنا وبعد كده نفكر في الطبيخ. لكن دلوقتي لا، حاليا انا اول حاجه بفتح عينيا فيها بفكر اعمل ايه، اعمل اي حاجه تتعمل. يعني زي ما انتوا عارفين كده
او مثلا بعمل في مليون حاجه، يعني لازم يعني اول ما الاقي ابني نايم او انا صحيت قبل ابني بشويه فلازم اجري اعمل مليون حاجه، عشان لو صحى بينكد عليا ومش بيخليني اعمل حاجه. فكل حاجه بعملها بسرعه، بعملها بلهوجه، بعمل حساب مثلا لو صحى لو مش عارفه ايه. فقبل اي حاجه قلت انا ماشي، اروح ماما اكتبي يلا. قبل اي حاجه قلت انقع الفراخ، وقلت انقع اللوبيا تاخد لها نقعه كده عما انا اكون فطرت، واحنا كنا بدري. انا عايزه اقول لكم ان انا عامله الفطار ده الساعه 8 الصبح، يعني احنا كنا بدري. مشيت عبد الرحمن الساعه 7، وقيمت كريم راح جاب لنا الفرخه وراح جاب لنا البتاع من الصبح بدري كده. وما مالك صحى بقى عملنا بقى الفطار، يعني كنا بدري اصلا. اولاد اول ما بتيجي حاجه مهمه في الفيديو ببدا اتكلمكم على الفيديو. نرجع تاني بقى الرضا، عملنا ايه؟ التحليل طلع اولا فيها انيميا، انيميته 8. ثانيا في فيروس في الدم هو اللي عامل السخونيه كده، وما بياخدش مضاد حيوي جديد. عشان كانوا الدور ده خف منه من الاول يعني، لكن عايز حقن يعني مضاد حيوي، وكل اللي الدكاتره كتبوا لي كان مضاد حيوي الشرب، فكان خفيف. فالدكتور لما رجعت له قال خلاص احنا هناخد كورس حقن، لان هو محتاج حقن. ما عادش ينفع ان انا اديله دواء لان مش هيعمل معاه حاجه، لانه الدور ده اللي يعني لو جيلي عيالك او كده صعب شويه، هو دور بس بيبقى صعب شويه ان الايه ان الفيروس دخل في الدم، فاهمني؟ المهم كده او شديد شويه. المهم ايه، فاحنا خلاص يا مالك ما تتكلمش، اكتب من غير ما تتكلم، اكتب لوجه من غير ما تتكلم. فالمهم احنا جينا نديله حقن مضاد حيوي، فطلع ابني عنده حساسيه منه. خلاص رمينا الحقنه دي وغيرنا النوع وجبنا حقنه تانية، فبرضه جينا نديها له برضه عنده حساسيه منه. فالدكتور بيقول الحقن دي امنه جدا، فيعني قليل قوي ان نلاقي اطفال عندها حساسيه من النوعين دول لانهم هاديين قوي. امال لو انا دخلت على انواع التقيله او كده فابنك مش هيتقبلها برضه، فانا كده مش عارفه اعمل ايه. فقلت له دكتور طب انا اعمل ايه؟ قام قال لي خلاص ما فيش حل بقى غير انك تروحي المستشفى، علشان هناك هيعملوا لك يعرفوا ايه النوع المضاد الحيوي اللي ابنك المفروض ياخده، ويعملوا لك تحاليل ومش عارفه ايه، وكمان تعملي اشعه على صدره عشان ما يكونوش دخلنا في التهاب رئوي ويكون هو كل ده اللي عامل كل ده. المهم قام كاتب لي ايه، قام كاتب لي تقرير، قام كاتب لي تقرير بالكلام ده كله، وقال لي التحاليل معاكي اهي، ومعاكي نوعين الحقن اللي هو خدهم وعنده حساسيه منهم، علشان ما حدش هناك يديهم له تاني. وبعد كده بقى روحي المستشفى والمفروض تروحي استقبال وكده. المهم انا رحت بقى ايه المستشفى تاني يوم. ربنا بقى وقف لي كده دكتوره الله يسامحها، قالت لي لا ابنك مش حاله استقبال لان ابنك مش سخن. قلت لها لا اصل انا عاطيله خافض للحراره. قالت لي لا دي مش حاله استقبال، دي حاله عيادات، ادخلي العيادات. تمام، دخلت العيادات. دكتوره برضو قابلتني هناك، قامت قايله لي لا ابنك كويس، ابنك ما فيهوش حاجه، ما عندوش التهاب رئوي، ابنك عنده نزله معويه. نزله معويه ايه؟ ده هو ابني لا بيرجع ولا ابني عنده اسهال ولا اي حاجه، يعني لو عنده حتى اسهال مش بشكل النزله المعويه، لان انا امه برضو فاهمه. قلت لها لا هو ما عندوش نزله معويه، هو ابني بيقح ومخنفر وصدره فيه تزييقه وانا بسمعها. قالت لي لا هو ابنك عنده نزله معويه، وخدي ده محلول بقى جفاف، علاج للاسهال، مطهر معوي. وروحتني من الاخر كده، قالت لي لا يلا ابني عايزه اشوف مضاد حيوي لانه خد حقنتين من المضاد الحيوي وطلع عنده حساسيه منهم. هو ابنك اصلا مش مستاهل مضاد حيوي. طب في تحليل ان في فيروس في الدم وده غلط عليه ولازم ياخد مضاد حيوي جديد. قالت لي لا ماليش دعوه بالتحليل ده، انت مش عاملاه بره، ماليش دعوه بيه. ولا اعترفت بالتحليل. خلاص عيدوا له التحليل موجود. انا قالت لي لا انا مش عايزه حاجه كده. وش كده يا ولاد، وش يعني امشي خلينا نشوف اللي بعديكي من الاخر كده. فما عملتش حاجه في المستشفى ورجعت تاني. انا الله يكون المستعان اللي يروح المستشفى دي الايام دي، والله الله المستعان. يلا المهم يا ولاد في عيال كتير اصلا تعبانين، فهم بيزيحوا كده وخلاص بيمشوا وخلاص. فانا رجعت بابن البيت وبس. كتبت لي على دواء مضاد حيوي. انا طول ما انا بدي ابني دواء مضاد حيوي وبيبقى خفيف، فابني ما بيسخنش كتير، فاهمني؟ اول ما بطل الدواء بيسخن كل 4 ساعات، والسخونيه بتطلع لفوق. اوقات بتبقى 40 39 وشرطتين 39 وشرطه، فالسخونيه بتبقى عاليه جدا، فده غلط اصلا على العيل. وكمان ما بتروحش بالخفض الحراره بس، لا خفض الحراره واقعد اعمل كمادات ومش عارفه ايه. فلحد الان انا مش عارفه في احنا اتجاهاتنا ايه. فادعوا لي كده ربنا يشفي رضا وربنا يشفيه ويعافيه. ولو حد بقى عنده فكره، انا اصلا عمر ما عيالي كان عندهم انيميا في السن ده 6 شهور وانيميته 8، فلو حد عنده فكره يحكي لي كده عمل ايه مع ابنه، عمل ايه مع بنته،
لان انيميا 8 دي برضو مخوفاني ومش عارفه اعمل فيها ايه. لا يمكن كل ده انا بقعد، يعني الواحد بيقعد يأنب في نفسه ويقعد يقول مش عارفه ايه. فيمكن كل ده من الفتره اللي مثلا امي ماتت فيها، لان انا ما كنتش عارفه ارضع خالص نهائي. كلكم فاهميني طبعا. فما كانش فيه لبن اصلا عندي. فالفتره دي لا كنت باكل ولا كنت بشرب، فهو اتظلم. فمش عارفه انيميته نزلت من الفتره دي، لان هي كانت فتره صعبه. فالمفروض كنت انا خدته او كان حد خده. استنى مالك. وكان عملت جبت له لبن صناعي، لان كانت فتره صعبه عليا. ما كنتش عارفه ارضعه خالص. فكان كل اللي يقول لي هو بيعيط ليه، اقول له ده هو جعان. يقول لي اعملي له ليسون، اعملوا له كراويه، يعني من قرايبي وكده يعني. فاستنى بقى يا مال. فالليسون والكراويه ما كانوش يعملوا لطفل حاجه زي ده، كان لانه كان ساعتها 5 شهور لسه ما جابش 6 شهور. فانا حاسه ان ده جه عليه جامد، فخلى نزل انيميته للدرجه دي. ودام انيمية العيل نازله ما بيبقاش عنده مناعه اصلا انه يطرد العيا، او في عنده مناعه ان هو يبقى كويس او كده. فادعولي كده، مش عارفه اعمل ايه في حكايه الانيميا. احنا يعتبر الدكتور قال لي ناخد حديد بس ما الدور يخف. ما نقدرش ناخد حديد وعنده برد وعنده سخونيه ولا الكلام ده كله. فاحنا هناخد ايه، قطاره كده الحديد. عارفه ان انتوا عايزين تطمنوا عليه، وانا بحكي لكم اللي بيجرى معايا الايام اللي فاتت. يعني احنا بوظنا الروتين وما قلناش اي حاجه في الروتين، بس انا بحكي لكم بتكلم معاكم ايه اللي حصل معايا الايام اللي فاتت. والله المستعان. خلاص بقى يا استاذ رضا. فالحمد لله والشكر لك يا رب. عملت للعيال الفخه كده في حاله الضغط، وبعد كده بقى هعمل شويه اللوبيا اللي انا سلقاهم دول. هعمل لهم التقليه بتاعتهم وكل حاجه كده ايه مره واحده. انا عايزه اقول لكم ان انا طبخت وخلصت طبيخ وقفلت على الطبيخ. كانت الساعه 10 وربع كده. يعني ده ميزه الايمان بدري. انت عارفين بقى اللي قاعده طول النهار تقول ايه الحمد لله بقى. فاليوم ده كده بقى ابني بقى عيط ما عيطش، فانا ما اتضايقتش من عياطه اصلا. يعني خلاص انا مش ورايا حاجه، فانا قاعده بيه فعادي يعيط ما يعيطش. لكن الواحد بيبقى متضايق كده لو ايه، لو العيل عيط وانا عايزه اعمل حاجه، العيال عايزه تيجي من المدرسه تلاقي اكل ومفيش اكل، الكلام ده كله. فببقى الوقت ضاغطني. فقلت لا خلاص احنا نقوم بدري شويه، بما انه هو تعبان اصلا ومش متحمل حد يشيله، وانا اللي شايلاه. ومش متحملني انا اصلا حتى اسيبه. يعني لا هو بيزن على طول وعايزني انا شايلاه على طول وخلاص. لا قاعده جنبه كده زي ما انتم شايفين وانا بسجل، لا شايلاه على ايدي لا. لكن هو مش بيتحمل اصلا حتى اخواته يشيلوه. فيلا الحمد لله الله المستعان. عايزه اقول لكم ان هو خد كميه جلسات وكميه علاج الايام اللي فاتت. احنا بقالنا شهر شهريا كده بناخد في علاج، يمكن اكتر من شهر كمان، يعني اكتر من شهر بكام يوم كده. فبقالنا وقت كويس قوي قاعدين ناخد في علاج. فمش عارفه، ادعولي كده ربنا ما يجيبش حاجه وحشه يا رب. وربنا يسترها، لان برضو التحاليل جايبه فيه لخبطه في حاجات كده. مش عارفه اللخبطه دي عشان مناعته نازله ولا ايه. لخبطه بقى في كرة الدم الحمراء وفي كرة الدم البيضاء. حرفيا ما فيش حاجه في التحليل طلعت عدله، يعني ما فيش رقم طلع عدل. بس في حاجات عاديه علشان هو عنده برد، وفي حاجات يعني مقلقه شويه. فادعولي، لان برضو اما يبقى حلو اكيد لازم اعيد التحليل ده تاني واتابع الانيميا اشوفها هترفع ولا لا. لان هو نقص. يعني انا كنت وزناه ما كنت عند الدكتور، كان وزن وما وزنته تاني في المستشفى بعدها بكام يوم لقيته نقص نص كيلو. فهو بينقص مش بيزيد. فحاجه مقلقه برضو بالنسبه لي. ومش عارفه مش عارفه اعمل ايه. مش عارفه اعمل ايه، بفكر ايه بقى عنده كبر الوقت خلاص، داخل على ال7 شهور. فحكايه ان انا افكر ان اديله لبن صناعي دلوقتي مش عارفه هيبقى ايه. يا ريته كان من الاول، كان من الفتره اللي قلت لكم عليها دي اللي مامتي ماتت فيها، كان حد خده وجاب له لبن صناعي. لان هو كان في امس الحاجه في الوقت ده للبن، وما كانش ساعتها في رضاعه طبيعيه كويسه، كانت وحشه جدا وسيئه. فكنت معتمده ان انا اعمل له اعشاب، ان انا اديله زبدايه، ان اعمل له شويه سريلاك. وكل ده طبعا ما يغنيش عن لبن الام او اللبن حتى اللي بشربه حتى صناعي، طبعا ما يغنيش ابدا. بس الواحد كان تايه. الواحد كده كان زي ما قلت لكم قبل كده، كنت انا مضروبه على دماغي لحد دلوقتي ومش فايقه من كده لكده لكده. فالدنيا عندي مش احسن حاجه. فيلا الله المستعان. حاسه كده انا مش فايقه للعيال ولا اي حاجه. اهي دي جايه تفوقني شويه العي دول. يلا الحمد لله. المهم يا اولاد، عملت كده الاكل زي ما انتم شايفين وتابعتوني. انا عايزه اقول لكم ان انا
بعد الاكل ده بقى، خلصت الاكل اهو، هبدا اعمل لانش بوكسات لابني. يعني خلاص انا هنا هعمل لانش بوكس لابني علشان هو رايح المدرسه. هو اصلا انا عامله لانش بوكسات بدري، يعني كده كنا حوالي كده دلوقتي الساعه 9 وشويه او 10 الا. فالمهم انا عملت اللانش بوكس عشان عملنا لانش بوكس لكريم. ده بتاع كريم، حضرنا لانش بوكس لكريم ده بنحضره قبل الظهر كده. فحضرته كده، والاكل زي ما انتم شايفين خلاص. انا هنا طفيت على الاكل. الرز زي ما انتم شايفين استوى. الشنطه بتاعتك. واللوبيا العسل القمر، لوبيا ام كريم العسل القمر. اي خضار اصلا من ايدي بيطلع من ايدي زي العسل. شايفين؟ استنوا انا اقول لكم، استنوا. انا هوريكم. شايفين العسل ده؟ اهو زي العسل. والفراخ هنا ما كنتش لسه فتحت عليها لان كنت سايبه الحله تهدى، فمش هفتح عليها بقى لما الحله تهدى خالص عشان ما اخرجش البخار بتاعها والكلام ده كله. كمان انا كنت مصوره بايد بقى لتحضيرات الاكل ورصات السفره والكلام ده كله، بس تليفوني بيمسح الفيديوهات زي ما انا فهمتكم قبل كده. فسامحوني بقى، الفيديو بتاعي النهارده خلص لغايه كده، واشوفكم في فيديو جديد بكره، ومع الف سلامه.